السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي بغيت نناقش معكم فيه اليوم على قضية الزواج المختلط، والناس بزاف اللي كيتسألوا على هذا الموضوع وكيفاش كتكون الأمور وكيفاش كتكون الوثائق، وخاصة في الدول العربية. أهم حاجة بغيت نقول لكم هو أنه الأرزاق بيد الله والنصيب من عند الله، وحتى واحد ما كيعرف فين غادي يتزوج ولا فين غادي يمشي ولا فين غادي يعيش، لان داكشي مكتوب عند الله. ثاني حاجه، كاين الانسان الزوين والخايب في كل مكان في العالم، في كل البلاد، سواء في البلاد ديالك او لا غيرها. أه اي واحد النصيب ديالو كيجي سواء مع انسان مزيان او لا خايب في كل البلاد وفي كل بلاصه، وحتى في بلادك ممكن تجي في انسان مزيان او لا انسان ما مفاهماش معاه. اهم حاجه هو الانسان الصبر، وبزاف ديال الحوايج كيديرها الانسان، وتا واحد ما كتلقاه يعني شبيه لك 100%، ولكن كيكون التفاهم، الانسان كيحاول انه يفهم الاخر والاخر كذلك. ثاني حاجه بالنسبه للوثائق ديال الزواج وداك الشيء، كيف كتعرفوا بالنسبه لنا حنا القانون المغربي، خصك الوثائق تصوبيهم في المحكمه، كتصوبي واحد الموافقه على انك تتزوجي من المحكمه، ومن بعد كتمشي تجلسيها في الخارجيه وفي السفاره، ومن بعد كتقدري انك تمشي ديري عقد واحد اخر في الدوله اللي انت غاديه ليها او اللي غادي تزوجي منها داك الشخص، ويمكن لك ان الزوج ديالك يصوب نفس الوثائق وكتزوجوا في البلاد ديالك. كيدير بزاف ديال الخطوات، خاصة حسن السيرة و الخلو، يعني انه ما يكونش مزواج، والوثائق عقود ازدياد وداك الشيء. كيف غادي يتزوج واحد مغربي غير هو كيجيب الوثائق اللي كتثبت الهوية ديالو انه ما سبقلوش تزوج. وكيف كنقولوا حنا المغاربة، التسخير من عند الله، والله يسهل على كل واحد. واللي محتاج اي شي معلومة في هذا الموضوع هذا يصيفط، وإلا عرفت كيف نجاوبه مرحبا. وكيف كان نشوفوا في قدامنا قصرية كسكسو بصحة، مرحبا بكم تغداو معنا. كسكسو مغربي، فين ما مشينا كنديو معنا الثقافة المغربية ديالنا، واللي من اهمها الكسكسو. كيف قلت لكم، هذا هو الموضوع اللي بغيت نناقش معكم، واللي باغي شي استفسار مرحبا. كيفاش كتكون الامور، كيفاش كتقاد، عنده شي استفسار ولا شي حاجه يخلي تعليق، وان شاء الله نناقشوا هذا الموضوع من التفاصيل ديالو وكيفاش كتكون الامور وهذا. مرحبا والف مرحبا، وما عندي حتى شي مانع، وما نبخل عليكم حتى بشي معلومه. اهم حاجه انكم نتوما تكونوا مهتمين بالموضوع، الناس اللي مهتمه بالموضوع. مرحبا والف مرحبا. ومن خلال هذا الفيديو بغيت نقول لكم شكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى المساندة ديالكم، وكنتمنى انكم توليو تتابعونا من جديد ان شاء الله. ومرحبا بكم في اي وقت في قناتنا. كيف كتعرفوا القناة قناتكم وانتم ماليها، ومرحبا بكم وشكرا على الدعم ديالكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة، وتهلاو في راسكم، وتحية لكم كاملين المتابعين ديالي. السلام عليكم، إلى فيديو آخر إن شاء الله.